المنتخب التونسي أقل من 17 عام يواجه غدوة منتخب النمسا في إطار الدور السادس عشر من مونديال قطر 2025. وتمكن المنتخب التونسي من بلوغ الدور الثاني كواحد من أحسن أصحاب المركز الثالث بعد فوز على منتخب فيجي بنتيجة عريضة 6-0، هزيمة أمام الأرجنتين 1-0، وكذلك هزيمة أمام بلجيكا بزوز أهداف ل0. المنتخب يدخل مباراة غدوة كله أمل لمزيد كتابة التاريخ وبلوغ دور متقدم من المونديال، لكنه زاد باش يكون منقوص من خدمات 4 ملاعبية اللي هما وسيم سلامة اللي تعرض الإصابة على مستوى الأرض المتقاطعة، مهدي تليلي وفادي الطيشي كذلك بداعي الإصابة، وسيف الدين عبد الله بسبب البطاقة الحمراء. بالنسبة للمنافس المنتخب التونسي منتخب النمسا تمكن من المرور في صدارة المجموعة ب9 نقاط كاملة بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات ضد كل من السعودية بنتيجة 1-0، مالي بنتيجة 3-0، ونيوزيلندا 4-1. فحسب رأيكم هل يتمكن المنتخب التونسي من الفوز في مباراة غدوة؟